السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المغاربة، تحية وبالخصوص الجمهوريين الغيورين اللي تيحاربوا الطاغوت الملعون، الكلب ابن كلب محمد السادس. كما كان قال الأخ غانم الدوسري على قاهر آل سعود، هذا الشجاع السعودي اللي كيحارب المهلكة في السعودية. تيقول لك بأنه بأنها شي واحد فيهم مثلا، ناخذ سلمان، هذا سلمان المغتصب الأطفال المغاربة، واللي كيغتصب، كيجي المغرب يغتصب لينا بنياتنا ووليداتنا، والخرارجي اللي كيوصل وكيحميه هو محمد السادس. المهم، تيقول عليه بأنه كلب وستين كلب. لا، احنا محمد السادس راه كلب ابن كلب، كلب ابن كلب. هذا هو هذا الفيديو ديالي كان على الأخ المرزوقي، الأستاذ المرزوقي، رئيس يعني السابق لأول جمهورية في شمال إفريقيا، اللي كتكون جمهورية تتنتخب رئيسها ديمقراطيا، وكتكون أول تجربة ديمقراطية، وكانت ناجحة رغم ما لها وما لا عليها، كانت تقريبا ناجحة. وكان أحمد المرزوقي مثل يحتذى به، وكنا كنتمناو يعني نكونوا في تونس ناخذوا معاه غير صوره، غير نوقفوا معاه نشوفوا هذا الراجل هذا عزيز علينا بزاف وكنحترموه بزاف، رغم هذاك الشيء اللي غادي نقول دابا، ما سنقوله الان. الاخ احمد المرزوقي، آه تكلمت عن محمد السادس، وقلت بان محمد السادس او ملك المغرب فهم الرساله، رساله الشعوب العربيه، من خلال 20 فبراير، من خلال الحركات التي كانت في المغرب. وقلت بأنه أخذ الرسالة وفهمها وعرف كيف يتعامل. ثم هذه يعني يعني الحوايج اللي بوزيتيف، يعني بدا كيتقرب، بدا محمد السادس يتقرب من افريقيا، واخذ يذهب الى افريقيا، ولم يبقى محصور، يعني يفتح المجال والعلاقات مع افريقيا، والسوق والمسائل هذه، وانفتاح على اسواق اخرى منها الصين، منها بزاف ديال الحوايج. الاخ او الاستاذ استاذي المرزوقي اللي كنتمنى نكون طالب عنده، حشومه عليك، عيب عليك، حشومه عليك داكشي اللي قلتي على ان محمد السادس كيختزل المغاربه كاملين وهو رمز المغاربه. محمد السادس هو اكبر مجرم عرفه التاريخ. اذا لم تكن تعرف اي شيء عن محمد السادس فابحث. مجرد ان يعني مجرد أن تقوم بإطلال على اليوتيوب، واكتب مثلا البيعة في المغرب، ستجد محمد السادس يركع الناس، ومن يقول بأنهم عن طيب خاطر، حتى ولو كانوا عن طيب خاطر فهو مجرم. محمد السادس كيركع الناس. هذه الله يبارك في عمر كلبي. استسمع الأخ المرزوقي، لأني لا أريد أن أخاطبك بهذه اللهجة، لكن يعني الله يبارك زعما كان لك في عمر سيدهم. انا ما نقدرش نقول سيدهم، فاحنا كنقول الله يبارك في عمر كلبي. وتيفرض على المغاربه يقولوا عاشا، نقولها لك بالطريقه ديال الجمهوريين، يقولوا عاشا الحمار. لا لا لا، المغاربه لا يختزلون في محمد السادس، وهذا هو اللي جميع الوسائل الاعلام وكل شيء كيلعبوا على ان محمد السادس كيختزل كل شيء. غنعطيك سؤال اخويا الاخي المرزوقي. لقد يعني زرت امريكا وزرت ساوث كارولينا، وانا كذلك كنت متواجد بساوث كارولينا، لكن ماشي في هذه الايام، ايام اخرى، وكنت اتمنى ان اراك واتحدث اليك. آه، قلت بان محمد السادس يعني هو يعني رمز المغاربة، لأنه فهم الرسالة. هل تعلم بأنه أعطى رشوة لهيلاري كلينتون بمقدار 28 مليون دولار لكي تساعده، لأنه ليست لديه قاعدة شعبية إن توجهات محمد السادس إلى الخارج،
إلى الصين وإلى إفريقيا وإلى عدد كبير من الدول ليست من أجل أو من أجل صلاح المغاربة أو ما ينفعهم، لا لا لا. محمد السادس يذهب إلى أفريقيا الأموال التي يسرقها يهربها هناك، يذهب إلى بنما يهرب أموالنا ويشارك في مهرجان الشواذ الذي أنت يا أستاذي المرزوقي كنت تزور فرنسا وأنت تزور حتى بلجيكا وتعرف بأن محمد السادس تعلم علم اليقين بأنه شاذ جنسي، ودع أنك أستاذ لطب الأعصاب، يعني علاقتك بما يسمى بعلم النفس أكثر منا بكثير، وعلاقتك وطيدة، وحتى دراساتك للكتب. ولقد احترمتك حينما رأيتك تتكلم بالإنجليزية بهذه الطريقة، احترمتك كثيرا رغم أنني كنت أحترمك دائما وسأحترمك حتى ولو أخطأت في حقنا. أعطى لهيلاري كلينتون 28 مليون دولار وترك الناس تموت بالمجاعة. النساء يلدن أمام المستشفيات لأنها أصبحت مملوكة لمحمد السادس. محمد السادس أصبح يبيع لنا كل شيء إلا الهواء، فهو لم يجد له طريقة لكي يبيعه إلينا. محمد السادس أكبر مخرب على وجه الأرض. محمد السادس عندما يبدأ دوره سيقتل في المغاربة ما لم يقتله بشار، ما لم يقتله بشار قط. محمد السادس عدو للمغاربة. لو كان ما تقوله صحيحا يا أستاذ المرزوقي ما رأيت هذا الذي هو مكتوب هنا على هذا القميص، حركة الجمهوريين المغاربة. لما كان هناك جمهوريين، لما كان هناك معارضين بالخارج. هل تعلم كم من اللاجئين في المغرب؟ نحن لدينا لاجئين في داخل المغرب. الناس لا زالت تعيش في الكهوف، ومحمد السادس يسرق أموالنا ويقدم الهدايا لإفريقيا، يبني مستشفيات في إفريقيا والله لا توجد في المغرب. يبني مستشفيات. سيقول لي قائل إنه يساعد وهو رجل كريم ويساعد الآخرين. يا أخي أتساعدهم من مالي؟ أتسرقني لتساعدهم؟ حتى لو كان، لأن المغرب فيه منطق أبوي، وهذا الذي كنت تحاربه أنت. لقد عانيت حتى من ديكتاتورية أبيك كما قلت. الآن نحن نعاني من ديكتاتورية كبيرة اسمها محمد السادس ونظامه. محمد السادس يعني لو بالسياسة الأبوية، يعني هل تقبل من أبوك أن يتركك أنت جائع وإخوتك بالجوع ويعطي لجارك؟ هل تقبل ذلك؟ هل تقبل؟ أنا لا أقبل على أبي أن يجوعني ويجوع عائلتي ليعطي لجاري، لا أقبلها. الصدقة يجب أن يكون على الأقل اكتفاء ذاتي بسيط، والأب من حقه أن يصدق ما لقمة ما سيأكل ويبقى بالجوع، لا لن يحاسبه أحد. لكن أن يجوعني أنا كابنه ليعطي لجاري فقد أجرم في حقه. محمد السادس أجرم في حق المغاربة، هذا مجرم. إضافة أخرى الأخ المرزوقي، هل قرأت كتاب الملك المفترس Le Roi Prédateur The Predator King؟ شفتيه؟ ما شفتيهش؟ أنا كنقول بأنك ما شفتيهش، وإلا كنتي شفتيه وقلتي هذا الكلام كنقول لك عيب وعار عليك يا مرزوقي، عيب وعار عليك تجاه إخوتك المغاربة الذين يجلسون على القنينات يوميا في سجون الدكتاتور الملعون محمد السادس. يجلسونهم على القنينات، يختطفونهم من منازلهم في ساعة مبكرة من الليل أو من الصباح، حوالي 4 صباحا أو 3 صباحا. تم اختطاف إدريس المقاومة من منزله بالرباط، لم تتجاوز القضية سنة وشيء، تقريبا سنة هذه لما اختطف، وبقي سنة بدون محاكمة، ولا نعرف ماذا حل به لما تركوه. أصبح إنسان غير طبيعي. ما هي يعني الكهرباء والقنينات وكذا وكذا وكذا.
لو قرأت كتاب الملك المفترس، وهو مفترس يعني 100%، كما قال الإخوة الجمهوريين بأن هل تعلم أخي، سامح لي، هل تعلم بقضية دانيال غالفان الذي اغتصب 11 طفلا؟ إن كنت لا تعلم بذلك ولا تعرف الملك المفترس هذا الكتاب ولا تعلم بدانيال وتتكلم على محمد السادس بهذه الطريقة، سأقول لك عيب عليك وعار. عار عليك أن تحاكمنا بهذه الطريقة. هذا الفيديو الذي أقوم به اليوم أو الذي أسجله اليوم أريده أن يصل إلى مسامع المرزوقي، حتى وإن لم يراه أي صديق أو أي من يعرفه، أن يوصله إلى أنا لا أقول لك لا تتكلم عنا، تكلم، لكن لا تغفل جانبا آخر. محمد السادس لم يستفد من أي شيء. الدستور الممنوح، أنه غير الدستور، أعطانا الدستور الممنوح، غير في أن شخص الملك كان مقدس، الآن لا تنتهك حرمته. وما المعنى من ذلك؟ ماذا غير؟ السجون تمتلئ، السرقات تكبر. الآن محمد السادس يمتلك من الشركات في المغرب ما يقارب 80%، يعني 80% ديال الإنتاج ديال المغاربة كيتحكم فيه محمد السادس، من تصدير الخارج من الداخل. هل تعلم يا أستاذ المرزوقي أن الكافيار هو يعني من الأسماك من يعني اللي في خويض الماء، يعني من فواكه البحر، هذا الكافيار المغربي في المغرب دايرين ليه 600 درهم، يعني شي حوالي 65 دولار أمريكي. في نيويورك التي كنت أعيش بها 35 دولار، مع أنه جاء من المغرب ومر على ترانسبورتيشن، ومر على يعني الكاستمرز اوفيسرز، يعني الجمرك، ومر ومع ذلك يعني في كل شيء يؤدى عنه. ف يعني أن ثمنه الحقيقي في المغرب يجب أن يكون أقل من 35 دولارا لكي يصل إلى أمريكا ب 35 دولار. والسبب ماذا؟ إذا تذكر المغاربة معي، فالحسن الثاني كان قد قالها صراحة، قال: جوع كلبك يتبعك. ونحن المعارضين قلنا للكلب ابن كلب محمد السادس لعنة الله عليه إلى يوم الدين، لعنة الله على محمد السادس إلى يوم الدين. قلنا للكلب ابن كلب أنك تصفنا بالكلاب، حنا انت جوع كلبك يتبعك، يعني حنا كلابك، وكلبك الا جوعتي بزاف راه غادي يعضك. حنا كنقولوها ليه. الثورة المغربية قادمة أخي المرزوقي، ونحن نعمل بجد، نحن الجمهوريين لسنا طرفا واحد. هناك جمهوريين علمانيين، وهناك جمهوريين ليبراليين، وهناك جمهوريين اللي هما ملحدين، وهناك جمهوريين اللي هما مسلمين، يعني كلنا لدينا هدف واحد، هو إسقاط النظام في المغرب، إسقاط محمد السادس ومحاكمته، ماشي غير إسقاط ديالو، محاكمة ديالو وإرجاع ما سرق من الأموال والتي وضعها بالخارج. لو رأيت وثائق ويكيليكس لما تكلمت بهذه الطريقة. فالمرجو من الأخ المرزوقي مرة أخرى حينما تتكلم عن المغرب، فالمغرب لا يشكل استثناء من الدول الأخرى، دول شمال إفريقيا أو دول عربية في هذا، أو دول شمال إفريقيا. نحن كذلك، نحن في المغرب يعني 90% أو أكثر أمازيغ، وبالتالي فالشمال إفريقيا ليس بالمغرب العربي، أو إذا قلنا المغرب العربي فقد ظلمنا السكان الأصليين الذين هم الأمازيغ. وإذا قلنا بأنه أمازيغ فنحن نريد جمهورية مغربية فيها العرب وفيها الأمازيغ وفيها الأفارقة اللي دخلوا واحد الوقت. راه كاين قناوة لدينا قناوة
أصولهم كلها من إفريقيا، وعدد كبير من المكونات الأخرى للمجتمع المغربي. فإذا تكلمت عن المجتمع المغربي، تكلمت عن المغرب، محمد السادس لم يفهم، ولا يشكل استثناء، بل تم تخويفهم بما حصل للمغاربة، بما حصل الآن في سوريا، وما يحصل في ليبيا، والانتصار القادم إن شاء الله في ليبيا وفي سوريا وفي جميع الدول، وحتى تونس. بالنسبة لهذه ما حدث في تونس، أنك جئت أنت بالديمقراطية، ورغم تعرض لك يعني مضايقات من بقايا النظام السابق التي كانت تمنع كل شيء، وبعد ذلك رجع النظام السابق في شخص واحد، الشخص الذي كان من حكومة بن علي. لقد لما أساءني كثيرا لما سمعت بأن من هو كان في الحكومة السابقة ينجح ضد من هو كان يحارب الاستبداد والطغيان والإرهاب الذي كان يقوم به بن علي وحاشيته إلى غير ذلك. لكن هذه صيرورة التاريخ، كل الثورات وقعت عليها ثورات مضادة، وبعد ذلك رجعت. فهذا التاريخ هذا، وأنت تعلم بالتاريخ أعلم مني بذلك، فسوف تعود مرة أخرى وتحيا الثورة، لأن التونسيين يعرفون مصلحتهم أكثر مني، وسيبحثون عن من هو أصلح لهم. وإن شاء الله في الانتخابات القادمة، فإما أن تكون الانتخابات نزيهة وسيختار التونسيين من يصلح لهم، وإن لم تكن انتخابات نزيهة فالتونسيون يعرفون كيف يعيدون الكرة إلى جانبهم، ويعرفون كيف ينتصرون مرة أخرى. قبل ما نختم، الأستاذ ديالي المرزوقي، راني كنحترمك. الإضافة أخيرة هو أن محمد السادس أكثر غباء وأكبر حمقا وأكثر سذاجة وإجراما من بشار الضبع الذي يسمي نفسه الأسد. على الأقل بشار الأسد لديه شواهد من التعليم العالي، رغم أنه مجرم. محمد السادس ليست لديه أي شهادة، وأتحدى أي واحد ممن يدافعون عن محمد السادس، الذي نسميه نحن في المغرب بالعياشة، ونسميه كذلك بالبلطجية. في مصر يسمون البلطجية، نحن نسميه بالعياشة. في الجزائر يسموهم الشياتة. أتحدى أنه يجبد لي دبلوم ديال محمد السادس، أو يعطيني رسالة دكتوراه، أو رسالة ماستر، أو رسالة ديال بكالوريوس اللي دارها محمد السادس، لأنه فاش كان في بلجيكا كان مقابل غير الشذوذ الجنسي ديالو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية لجميع المغاربة، وترقبوا النصر قريب، وما تيأسوش، راه غادي تنتصروا. خاصكم تخرجوا. الحكومة راكم شفتوا شنو كاين، راها غير كانت تصاور. القصر هو اللي كيحكم، الحكومة ما كاين لا حكومة لا والو. المرة الجاية نتوجهوا للقصر ونمشيو للقصر ونهاجموا العدو الحقيقي اللي هو محمد السادس في القصر ديالو، في الوكر ديالو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.